اول سيدنا ابراهيم، والثاني سيدنا يوسف، والثالث سيدنا موسى. الان موضوع وادي الملوك الاول. وادي الملوك الاول ممنوع الكلام عنه. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية، ما هياش حضارة وثنية. تحت في تحت أربع توابيت من غير الصدرية بتاعتهم. الأربع توابيت دول مش عايز أقول عشان محدش يتخض، دول 4 أنبياء. 4 أنبياء لحمهم زي ما هو، كأن بني آدم قاعد عادي جدا. الفيديو بتاع الصور بتاع ال4 أنبياء ده أستاذ أحمد موجودين. تمام، انا شفت الفيديو بتاع يعني فيديو من جثه اكنه مدفون، مش مدفون، لا هو حي، حد حي، مش ميت. طب نكمل. تحت كأن بني ادم قاعد عادي جدا تحت، يعني كأن بني ادم لسه مدفون دلوقتي حالا، بجلده بشعره بلحمه، مش زي الموميا اللي هي مكفة او الموميا اللي ناشف اسمها، لا ده لحم. 4 تماثيل لأنبياء، وفي تحت 15 عمود، جنب كل عمود تابوت. التابوت ده مين؟ الله اعلى واعلم، بس ال4 اللي بتشال الغطا بتاعهم دول معروفين 4 انبياء، وفيهم نبي مشهور جدا ومش قادر اقول الاسماء لان كل واحد محط عليه الايه؟ الوشاح بتاعه او البرتناج بتاعه حته صغيره كده ومكتوب عليه شخصيته. انا مش هينفع اقول اسامي حد لان احنا نعمل ليهم عادي جدا، ما هو مش عايزين يتكلموا مثلا على وادي الملوك الاول. حاجه كريمه، حاجه اعلى من احجار الكريمه، ماس والماس، والدور الثاني كله منور لوحده. تروح انت جاي على القماش على الشمال شويه كده، في 4 صناديق صغير، 4 لا يا رب كانوا 10 صناديق صغيرين، كل صندوق فيهم 10 قارورات، كل قارورة فيهم فيها اكسير حياة وسبق. هنقول بقى سبق ده كلام بقى جنان، لا مش كلام جنان، موجود بجد ومحدش بيقدر يلمسه. قوارير اكسير حياة وسبق، بتسيبها بتمشي قدام، بتلاقي ايه زي اكل كده، بصل وثوم وحاجات كده موجودين. البصل اقطعها كلها عادي جدا مفيش مشكله، بس طلعها فوق ما بتكملش 10 دقايق بتعفن. في قوارير فيها عسل، العسل ده واحد من اللي كانوا شغالين تحت معانا خد احسن منهم. عايز اقول لك هو متجوز 4، ال4 اصلا يعني مش مقضيين وعايز يتجوز تاني عليهم، مع ان الناس حصلت انهم وكان البصل حاجه كده محترم اللفظ، خارطه محتاج تسالني كده يعني. بتسيب المكان ده كله بتمشي قدام، بتلاقي زي كده ديت مليانه جدا، وإذا بتعديها سلايكها يعدوا اللي عايز اقول لك 200-300 ألف طن. عن وادي الملوك الاول ماشي اوكي، يعني انا من عشاق دكتور وسيم السيسي، بحبه جدا. ليه قريب رفض التحدث عن وادي الملوك الاول. فانا بوجه للدكتور وسيم هذه الرساله، لو حضرتك مش تتكلم عن وادي الملوك الاول انا هتكلم. انا اتمنى ان يتم الافصاح عن حقيقه وادي الملوك الاول ومكانه، مش وادي الملوك اللي احنا نعرفه، وادي الملوك الاول. وعايزين حد يكشف لنا كمان عن ال7 رقاقات الذهبيه، مش ما تسالنيش عنها، هي اسمها كده. مسألة مين اللي بنى الهرم يعني مختلف فيها برضه، وهم بينسبوا له خوفه لمجرد انهم شافوا خرطوش مكتوب عليه خنم خوفو، لكن خنم خوفو معناها بالهيروغليفية الله جل جلاله. الله، يعني ممكن الحكاية تبقى شيء مختلف خالص، خاصة ان خنم خوفو ده مش معروف بالنسبة للملوك الأسرات، ومالوش لا سيرة ولا تاريخ. وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة وإنها حضارة وثنية تعددية،
وفي الإحصائية بتاعت العالم بروكش عدد الآلهة عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية الثانية في كلام مختلف خالص. يعني المؤرخ مانيتون وهو أوثق المؤرخين الفراعنة في يمن عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية، ما هياش حضارة وثنية. صحيح إحنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء. ده في كتاب الموتى. وبعدين الله، طب ومنين طلع اخناتون؟ ايه اللي فجأة راح طلع لنا في وسط التاريخ واحد موحد اللي بيسميه اخناتون؟ هل طلع من فراغ؟ مش ممكن. اخناتون ما طلعش من فراغ. اخناتون طلع من تراث فعلا موجود وعبر عن احساس موجود. وبعدين حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي أساميهم تستوقف النظر. يعني مثلا آتوم، أوزيريس، نوح. طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح. خاصة إن آتوم الإله آتوم الإله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض. الله، يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس واحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يقلقوه. فده اللي حصل لآدم اللي بقى آتوم. آتوم. أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفوه برضه أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس، ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وإنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها إنه HA، هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذا ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. فيبقوا فعلا الأطم وأوزيريس ونوح هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل نبي من دول يموت يتحول إلى أسطورة وبعدين يتحول إلى لا يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم وهو تأليل الأنبياء. ففي الواقع يعني إن التاريخ المصري يلزم إعادة كتابته، ويلزم يتعرض لنقاد كبار ويحللوه بالضبط. وبعدين الكلمة المكتوبة في الهرم خنم خوفو بمعنى الله جل جلاله. المسألة ممكن تودي المخ لحاجة تانية خالص. الأهرام مبني قبل إبراهيم ب1100 سنة. ده تبع المتحف البريطاني، والتاريخ بتاع المتحف البريطاني 2800. احنا BC قبل الميلاد. 2800 1100 سنة يبقى 1700. ففي فرق بين مجيء إبراهيم وفي فرق بين بناء الأهرام. دي النقطة الثانية. وحقيقة الأمر إن بناء الأهرام
3200 سنة قبل إبراهيم. وده أكوردنج لمين أو طبقا لمين؟ طبقا لمانيتون المؤرخ المصري السمنودي المولد، وتأكيد أندري بوشان عالم المصريات الفرنسي اللي خد عينات من المومياوات المصرية الأسرة الثانية، فوجد بالكربون 14 إنها أقدم 2000 سنة. وده يتفق مع مانيتو أن الأسرة الأولى 5619، المتحف البريطاني بيقول 3200، إنما جاء أندري بوشان وفلاندرز بيتري البريطاني أكد أنها فعلا 5619 لأسباب كثيرة جدا.